السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنحضر مع بعض شنطة المصيف، وهنقول ايه الحاجات المهمة اللي لازم ناخدها معانا لو احنا رايحين مصيف في شقة. طبعا انا كنت مأجرة شقة المرة دي، وفي حاجات طبعا بنستغنى عنها لو احنا طالعين في فندق، مش بنحتاج حاجات كتير قوي من اللي احنا هناخدها معانا النهاردة. بس انا لازم اقول لكم على الاساسيات والحاجات اللي انتوا محتاجينها. اول حاجة، في كام حاجة كده كانت ناقصاني اشتريتها. اشتريت البوركيني او المايو الشرعي اللي طالع جديد اللي هو الووتر بروف. جبته، اللون ده كحلي كده في جراي، جبته من مول القدس اللي في العتبة. ده يعتبر اقل سعر شفته هناك كان ب280. يعني ليه عيوبه وليه مميزاته. هو ميزته ان هو مجرد ما بتطلعي من الميه بتحسي ان انت لابسه حاجه ناشفه ما فيهاش نقطه ميه. هو انا جبته بصراحه، طلع البنطلون ضيق عليا شويه. وسعته كده بطريقه معينه وبقيت البسه. بس عيبه الاستك اللي في البنطلون من تحت بيعبي ميه جامد قوي وانا خارجه من البحر. فبصراحة استغنيت عنه واشتريت بنطلون ليجن بتاع مايو عادي. ومشي حاله يعني بقى كويس. جبت اللي هي الطبقية الكويتي دي على اساس ان انا هلبسها على المايو كده. بس انا لما بلبس حاجة مغطية ودني، وخصوصا ان هي مش ووتر بروف، هو المايو معاه تحجيبة ووتر بروف بس كانت مش حلوة خالص، فانا جبت له دي. لكن ما عجبتنيش وبقت تعبي ميه وتدخل ميه في ودني، فبقيت البس تربون عادي. جبت كام حاجه كده ناقصاني من الميك اب. جبت قلم حواجب وجبت قلم كحل. بصوا بصراحه انا زيرو في الميك اب، مش بعرف الا حاجات معينه بس في الميك اب اللي انا بحطها، لان انا مش بمشي فول ميك اب وكده، فاهمين يعني؟ طبعا انتوا فاهميني. جبت السليبرات دي للبنات، برضو جبتها من العتبة، من مكتب هناك قصاد الجراج بتاع العتبة، اللي هو فيه الاتوبيسات والكلام ده. مكتب كده في عمارة فوق، هبقى اعمل لكم ريفيو عنه. في حاجات كتيرة قوي، شباشب كتير جملة واسعارها حلوة قوي. الشبشب ده كان الواحد ب35. جبت المسكرة دي كنت جايباها من وسط البلد، كان ب60 جنيه. وقلم الحواجب ده كان بحوالي 40 جنيه. وجبت البلاشر ده اسمه باي ساندرا، كان ب23 جنيه. بس لونه حلو، انا بحب البيجات والنود والمشمشي والخوخي بقى واللي انتوا فاهمينه ده كله. ده قلم كحل، بس الصراحه انا مش فاكره كنت جايباه بكام، بس كلها حاجات مضروبه زي ما انتوا عارفين. انا والله كنت بروح اجيب من سمير ويليام، بس انا بعيد عليا قوي سمير ويليام، ولقيت الحاجات دي قلت امشي بيها حالي دلوقتي لحد ما ابقى انزل. ده ليب لاينر برضو زي ما انتوا شايفين، الالوان اللي انا بحبها كلها هي دي اللي انا بجيبها كل مره. بجرب لكم الالوان عشان تبقوا عارفين الالوان اللي انا جبتها. دي كام حاجة كده اشتريتها. والروج ده برضو، بس هو كان خفيف قوي، يعني الدرجة بتاعته خفيفة قوي، فكنت بتقلها شوية بالليب لاينر. يعني حبة رفايع كده قبل ما احطها في الشنطة قلت اوريها لكم. طبعا احنا مأجرين شقة، فاحنا مش بنستعمل الفرش بتاع الناس اللي هو في الشقه، رغم ان هو مغسول، بس برضو احنا مش بنحب نستعمل حاجات زي كده. فانا خدت معايا كوفرتات بتاعه الاطفال، خدت الاتنين بتوع الاطفال وخدت واحد بتاع السرير الكبير، لان هي الشقه كانت اوضتين، اوضه فيها سريرين واوضه فيها سرير كبير. دي كده اول حاجه خدتها. طبعا الملايات، خدت ملايه برضو للسرير الكبير، وخدت ملايتين للسرير الاطفال. رغم ان احنا اول ما دخلنا الشقه الحارس جاب لنا ملايات نظيفة، وخد الملايات اللي الناس اللي قبلنا استعملوها، بس احنا برضو طبقناها وشلناها في الدولاب واحنا ماشيين. خدنا الملايات بتاعتنا وحطينا الملايات بتاعتهم بقى. لو وصلتوا معايا للدقيقة دي اضغطوا لايك عشان نرفع الفيديو، واشتراك في القناة لو محدش اشترك في القناة. كده انا اول حاجة حطيتها الكوفرتات. يعني ما شاء الله الحاجات دي ملت نص الشنطة دي. كده الشنطة الكبيرة اللي فيها حاجات انا يعني وجوزي وكنت عامله بصراحه، هتشوفوا معايا دلوقتي شنطه حتى فيها حاجات البنات لوحدهم. بس بصراحه بعد كده لقيت انها هتبقى شيله جامده عليا، فاختصرت الحاجات دي كلها في شنطه واحده، الشنطه دي. بعد كده بقى، بعد البند بتاع المفارش، خدت بقى بشكير كبير، وبصراحه ما عنديش غيره. وخدت بقى فوط، خدت حوالي 3-4 فوط. كتري من الفوط على قد ما تقدري، عشان انتوا كل واحد هيعوز فوطه على البحر. هترجعوا اللي كانوا على البحر طبعا مش هتستخدميهم، عشان
هيبقوا مبلولين من ميه البحر، وطبعا هترجعوا تاخدوا شاور، فهتعوزوا فوط نظيفه وناشفه. كتري من الفوط، انا الفوط على قد ما تقدري كتري فيها. خدت هراسه التوم، خدت المقص ده بفتح بيه سندوتشات بستعمله في الاكل. خدت سكينه حاميه بتاعتي عشان برضو ما اضمنش الاقي سكينه تلمه وانا خلقي ضيق، انتوا عارفين. خدت مضرب صغير للملوخيه. خدت مقشره البطاطس عشان انا برضو ماليش خلق افضل اقشر بسكينه. خدت الجريل دي لان انا زي الفيديو اللي انتوا شفتوه معايا المره اللي فاتت عامله حاجات كتيره هتتشوي، فمش لسه هنبوظ صواني ألمونيوم ونفضل ندعك والكلام ده كله. فخدت الجريل بتاعي. الحاجات اللي انا جبتها هي حطها قدامكم. واخده بقى اول حاجه من هدومي، واخده بيجامات للبيت. الاحمر ده بنطلون بيجامه والتيشيرت الاسود بتاعه، وادي بيجامه تانية. عايزه اقول لكم في حاجات كتير شلتها. حسيت ان انا يعني للبيت ممكن حاجه حاجتين 3 بالكتير قوي. انا حاسه ان انا كنت واخده، بصوا لحد دلوقتي انا حاطه 4 بيجامات بس. لا، احنا عايزين على قد ما نقدر نقتصد في الحاجات اللي واخدينها، عشان احنا اللي هنشيل شنط يعني هنتلخم بشنط بقى، ما لهاش اي لازمه نبدا ننزل ونطلع في شنط، فاهمين؟ ففي حاجات كتير شلتها. بعد ما خلصنا بقى موضوع البيجامات، طبعا الهدوم الداخليه، طبعا باديهات كات لو انتي بتلبسي تحت الهدوم باديهات كات. انا خدت الجلابيه دي للصلاه. كان جوز اختي واختي معانا في شقه تانية معانا في نفس العماره، قلت لو جه عندنا او انا نزلت عندهم البسها، يعني سهله. البنطلون والطقم ده كنت حطاه بس شلته وسافرت بيه. ماشي، انا كده خلصت هدوم البيت. ابدا بقى احط هدوم الخروج. بصوا هدوم الخروج في الاسبوع كله نصيحه، الطقم اللي انت رايحه بيه خدي معاكي طقمين تاني بس. انت كده كده هتيجي تغسلي. الحمد لله الشقه كان فيها غساله، فكنا كل حاجه بنغسلها، كنا على طول اول باول بنغسل. ففي حاجات انا كنت باجي بصراحه بفضي شنط السفر كلها واغسل كل الحاجه اللي فيها، طبعا على مراحل، الالوان لوحدها والفواتح لوحدها والابيض لوحده. لا، انا هناك كنا اللي بنيجي بيه بنغسله على طول، فكنا بنشيله نضيف، حاطين بقى الحاجات اللي مش نضيفه لوحدها في كيس كده جوه الشنطه. خلصنا كل طقم خروج مع البنطلون. برضو خدي بنطلون، روحي ببنطلون وخدي بنطلون واحد بس كفايه. خدت سويت شيرت ليه وسويت شيرت لجوزي، قلت لو الجو يسقع، لو الجو سقع ولا حاجه. وطبعا كل طقم خروج مع الطرحه بتاعته والبندانه والكلام ده كله. انا خلصت هدومي. هبدا بقى احط التيشيرتات بتاعت جوزي والشورتات بتاعت جوزي والهدوم الداخليه والمايو بتاعه والفانيلات الداخليه، ولو في شورتات للنوم او للبيت كده. معايا بقى كريم للشعر وزيت للشعر والرول اون بتاعتي والرول اون بتاعته. برضو الحاجات دي معايا في شنطتي عشان ابقى عارفه ايه الحاجه اللي خدتها وايه الحاجه اللي ما خدتهاش. كنت جايبه كوتشينه تقريبا كسبتها في بزياده، في بوزو بزياده. معجون سنان انبوبه صغيره عشان برضو المكان كده. انا دي حاجتنا انا قفلتها. طبعا الشوزات والشباشب دي كانت في شنطه لوحدها. دي الحاجات دي انا مش مصوراها بس طبعا مش محتاجه. فرشة الشعر والمشط برضو انا هحطهم في الشنطة اخر حاجة عشان اسرح لسه بناتي. خدت معايا علبة مناديل زي ما احنا شايفين، خدت اكياس تلاجة، خدت بكرة مناديل مطبخ. بدأت بقى احط في هدوم البنات. طبعا الاطفال بقى انتي هتحتاجي لهم غيارات كتير، لان الاطفال مش يعني ملهمش امان بقى، اللي يبهدل هدومه، اللي عايز هدوم تانية كده. بيجامات بقى وهدوم خروج، وتحطي حاجة تقيلة، وهدوم داخلية، وتيشيرتات بكم. لو هتحطي اطقم شورتات، هتحطي بنطلونات طويلة برضو، عشان لو الجو فعلا الجو كان ساقع كنا ما بننزلش من غير البنطلونات. طبعا انا الفيديوهات دي متأخرة شوية عشان احنا رحنا في شهر 6، رحنا تقريبا يوم 13 16/6 او 17/6 حاجة زي كده. حطيت لبنتي ترنج خروج كده ممكن تنزل بيه عادي، بنطلون طويل. برضو الهدوم الداخليه بتاعتهم كتري عشان البحر هينزلوا ويطلعوا، ينزلوا ويطلعوا، ويطلعوا يستحموا والكلام ده كله، هتعوزي غيارات داخليه كتير. فالاطفال بصراحه مش هقولك قللي، لا الاطفال حط لهم. برضو عايزه ارجع واقول لكم انا لما اختصرت الشنطتين في شنطه، في حاجات كتيره رجعتها تاني، لان انا كنت واخده كذا حاجه بكم، واخده بيجامات كتيره جدا، واخده كذا طقم خروج. لا، اقتصرت من الحاجات دي حاجات كتيره. واخده لكل بنت سويت شيرت بكم، وواخده لها حاجات برضو حماله والكلام ده، قلت عشان لو الجو حر ما اضطرش ان انا البسهم حاجات تقيله ويبقوا قاعدين مخنوقين.
فوط مطبخ طبعا، لان انت بتروحي مفيش فوط مطبخ، ولو في فوط مطبخ انت مش هتلمسيها بايدك اساسا. خدت اوكسي جل، ده انا بحبه بصراحه قوي عن الاريال البودر بالنسبه للهدوم العاديه. صابونه للحمام. خدت البورنوس بتاع البنات برضو، كل واحده ليها واحد. خدت المايوهات، على فكره عايزه اقول لكم ان انا كنت هنسى المايوهات، معرفش ازاي. خدت لكل واحده 2 عشان تبدل فيهم يوم او يوم لا، وعشان التصوير، ولو واحد مثلا مش مظبوط، واحد منشفش من على الحبل، يعني فاهمين؟ اكيد انتوا فاهمين الكلام ده كله. برانيت ولا برانت، ايه اللي انا مش عارف، ايه اللي انا بقوله ده، مش عارفه. خلاص كده. والعوامات لو انت عندك عوامات، ما عندكيش عايزه تروحي تشتري من هناك براحتك. الاكل طبعا اللي انا قلت لكم عليه. في شنطه بقى حطيت فيها الشوزات، وحطيت فيها بقيه الحاجات اللي انا كنت عايزه اخدها. خدت كيس سكر، خدت كيس رز، خدت مكرونه من عندي، الحاجات دي كلها عندي متوفره، فانا كده كده اللي هياكلهم هنا هياكلهم هناك، فخدتهم معايا. ايه تاني؟ طبعا مش هنحتاج مخرطه الملوخيه، ان احنا ما استعملناش ملوخيه هناك. الحاجات دي اللي انتي اساسيات عندك في البيت ولازم هتحتاجيها، لازم تاخديها معاكي هناك. احنا كده بقى تاني يوم طلعنا على الطريق زي ما انتوا شايفين، وانا صورت لكم في الاتوبيس. انا هنا كنت قاعده في الاتوبيس في اول الرحله، او تقريبا احنا هنا كنا في الريست. احنا اتحركنا الساعه 1 الظهر بالظبط من عند داندي مول. طلعنا بقى على الطريق. عايزه اقول لكم الطريق خد مننا 7 ساعات في المروح، لان الطريق كان فيه تصليحات جامده، والاتوبيس خد وقت فيه وكده. فوصلنا الساعه 7 بالليل بالظبط. اسمها واحد الصياد الريست اللي احنا كنا فيه ده. كده الطريق احنا كده كنا خلاص خرجنا من الريست وطالعين على الطريق. هنا كده الطريق الحلو، في بقى الطريق مقفلينه وفاتحين الحارات الضيقه، والحارات الضيقه مقفلينها بطوب وحاجات كده، فبقى السواق ماشي زي السلم والتعبان. وربنا يستر طريقنا وطريقكم يا رب. وده كان البوابة بتاعت مطروح، حبيت اصورها لكم، وان شاء الله استنوا مني فيديوهات تانية كتيرة صورتها جوه مطروح، فسح وحاجات جميلة وشواطئ. استنوني، وياريت تضغطوا لايك على الفيديو واشتراك، وياريت كومنت منكم جميل. يلا باي باي.